السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور رمضان خيري في فيديو جديد. طبعا في حد سألني ايه الفرق بين الإيريك والفيروكتا. طبعا كل الناس عارفة الإيريك اللي هي العلبة الحمراء او الحباية الحمراء، والفيروكتا اللي هي العلبة دي الذهبي او الحباية الزرقاء. وطبعا في ناس كتير في الصيدلية بتيجي عايزة الإيريك وما بتاخدش غيرها، او الفيروكتا وما بياخدش غيرها. طب ايه الفرق بينهم؟ مفيش يا جماعه فرق بينهم. الإيريك هي نفس الفيروكتا، هي نفس الماده الفعاله، سلدنافيل تركيز 100 مللي. ولكن الغريب ان في ناس كتيره يعني لو حبيت ان انت تديله الإيريك مكان الفيروكتا ممكن ما يرضاش ياخدها، وممكن لو خدها يجي يقول لك ده عملت لي مشاكل وعملت لي صداع واحمرار في الوجه. هي دي من اعراضها عموما، يعني ممكن تظهر مع ناس وممكن ما تظهرش مع ناس ثانيه. ولكن اللي انا عايز اقوله ان الفيروكتا والإيريك هم نفس الماده الفعاله، ودي من اوائل المواد الفعاله اللي طلعت كمنشطات جنسيه. ولكن دلوقتي يعني بقى في حاجات احسن منهم ومواد فعاله احسن منهم، اثار جانبيه اقل، مفعول اسرع، تقعد في الجسم فتره طويله. زي مثلا لو اتكلمنا عن حاجه احسن شويه ممكن نتكلم عن الباوركتا. الباوركتا حلوه جدا وسعرها كويس، قريب من الإيريك والفيروكتا. يعني دي مثلا ب 12 جنيه ودي ب 11 جنيه، الباوركتا ب 15 جنيه، واقل منهم في الاثار الجانبيه واقوى منهم في المفعول. برضو في حاجات تانية احسن، حاجه زي مثلا التادالونج ماده تادالافيل، ليها مميزات كتيره جدا. ان هي بتشتغل مثلا بعد ساعه، تقعد في الجسم 36 ساعه، ما بتتاثرش بالاكل لو انت واكل اكل خفيف، اعراضها الجانبيه قليله شويه مش زي دول. فانت يعني لو انت ماسك قوي في الإيريك والفيروكتا حاول تجرب حاجات تانية. لو الحاجات التانية دي ما جابتش معاك نتيجه خلاص خليك على الإيريك والفيروكتا. لو انت طبعا ما بيجيلكش صداع، ما بيجيلكش احمرار في العين، ما بيحصلكش مشاكل في المعده، فطبعا الإيريك والفيروكتا هيكونوا معاك كويسين جدا وهم نفس الماده الفعاله. عايز تجرب حاجات تانية ففي حاجات تانية احسن ومش اغلى قوي يعني، ممكن تجربها زي السيالونج والتادالونج وزي الدايموريكتا اللي انا دايما بنصح بيهم. اتمنى تكون الحلقه مفيده، واتمنى نكون عرفنا ان مفيش فرق بين الإيريك وبين الفيروكتا. ويا ريت لو في اي سؤال عن الادويه سيبه لي تحت في التعليقات وانا هجاوب عليه ان شاء الله. يا ريت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه علشان تشوف كل فيديوهاتنا الجديده ان شاء الله. واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.